ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مهم جدا وخطير جدا. ليه؟ لاني هتكلم فيه على الناس اللي بتدور على حاجات تساعدها على النوم، سواء مهدئات او منومات. النهارده هنتكلم على نوع منتشر جدا او معروف جدا من المنومات او المهدئات اللي هي اسمها النايت كالم، بتحتوي على مادة الايزوبيكلون. المنوم ده جميل جدا وافكتيف، فعال وبيساعد على النوم فعلا، ولكن اذا استخدمته زي ما الدكتور قايل لك، واذا استخدمته لفتره زمنيه محدده. وناخد بالنا من الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. العادي الناس اللي بتدور على منوم، او بالتحديد الناس اللي بتاخد من النوع ده من المنومات، هم بياخدوا الجرعه المقرره اللي هي قرص قبل النوم بنص ساعه بالليل. ولكن مع الوقت بيكتشفوا او بيجدوا ان القرص ده مش كفايه، او مش بينومهم، او ما بقاش ينومهم يساعدهم على النوم. وده مش مشكله الاقراص قد ما هي مشكله ان الاشخاص نفسهم بيبقى عندهم مشاكل او صعوبه في النوم، والموضوع او النايت كالم خلاص يعني الجرعه بتاعته ما بقتش كفايه انها تساعده على النوم. فبيضطر ان هو بدل ما بياخد قرص بياخد قرصين. بكره وبعده هيلاقي ان القرصين مش جايبين مع نتيجه، فبيضطر يزود الجرعه، بدل ما بياخد 2 بياخد 3. لحد ما في ناس بتكلمني او بتقول لي يا دكتور احنا بناخد شريط كامل وما بقاش يجيب نتيجه. وهنا لازم نقف. النايت كالم او اي حاجه بتحتوي على نفس التركيبه، على فكره مش النايت كالم بالتحديد، مشكلته ان هو بيعمل تعود. يعني ايه بيعمل تعود؟ يعني انت لو اخدته مره والتانيه هتحس ان خلاص بقى عادي، ما بقاش ينوم، فبتبدا تزود الجرعه من نفسك، تدخل في حبيتين، تدخل في 3، لحد ما توصل لمرحله صاحبنا اللي بياخد الشريط كامل. وبتكتشف انك بعد ما اخدت الشريط كامل انت بتدخل في حاله من التعب الغير عاديه، وبتكتشف انك انت ما بتنامش برضه. يعني انت وصلت لمرحله انك بتاخد الشريط كامل وما بتنامش. في فرق ما بين الادمان والتعود. هو النايت كال ما بيعملش ادمان. الادمان انك انت مش هتعرف تعمل الحاجه من غير ما تاخد دي. التعود انك انت بتاخد دي، انت مش متعود او مش مدمنها. يعني انت ممكن تعيش حياتك من غيرها عادي، ولكن هو ما بقاش افكتيف او ما بقاش يديك التاثير اللي انت عايزه، بتضطر تزود الجرعه. ولكن ممكن تستغنى عنه، مش هتتعب ولا هيحصل لك حاجه. مشكله النايت كالم انك ممكن تستغنى عنه بس ليه اعراض للانسحاب. انا بس قبل ما اتكلم على اعراض الانسحاب عايزكم بس تعرفوا ايه هي اعراض النايت كالم، سواء اللي بياخد قرص او اللي بياخد 10. النايت كالم من اعراضه الجانبيه الخطيره ان هو ممكن يخليك تعمل افعال من غير ما تحس بنفسك. بمعنى ايه الافعال من غير ما تحس بنفسك؟ في اشخاص بعد ما بيناموا يصحوا من النوم يمارسوا حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي جدا، كأنه مستيقظ وفايق، ممكن يسوق عربية، ممكن يروح مشوار، يرجع بالليل يكمل نوم تاني يوم يصحى مش فاكر اي حاجة من اللي حصل. يعمل اي حاجة وهو نايم بالليل ينام ويصحى تاني مش فاكر اي حاجه من اللي حصل. تقول له طب انت عملت كذا، طب انت نزلت اشتريت حاجه من الشارع، طب انت قمت بالليل اكلت، هو مش فاكر اي حاجه، هو كان نايم ومش فاكر اي حاجه. فهو مشكله النايت كالم ان هو بيخليك تعمل حاجات غير طبيعيه، زي انك تصحى من النوم تعمل اي نشاط بشكل كامل بشكل واعي، وتكمل نوم تاني، تنام تصحى ما تفتكرش حاجه. النايت كالم من ضمن اعراضه الجانبيه الخطيره جدا انه بيأثر على الحاله النفسيه. يعني بعض الناس بيعمل لهم اكتئاب او بيعمل لهم حاله من الهياج، وبعض الناس بيوصلهم لحاله او الرغبه او ميول الانتحاريه. ده من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعه النايت كالم اقراص. وعلى فكره يا جماعه، انت لو فتحت النشره بتاعه النايت كالم اقراص هتلاقي كل الكلام ده مكتوب واكتر. طبعا بالنسبه للحوامل والمرضعات ما ننصحش خالص بموضوع النايت كالم. النايت كالم لو هيتاخد لازم من خلال طبيب ولفتره زمنيه محدده، وما تزودش الجرعه من نفسك عشان ما تدخلش في الاعراض الجانبيه الفظيعه. انا الكلام ده بتكلم او الاعراض دي اللي انا قلت عليها
ده الكلام ده يا جماعه للي بياخد قرص. الموضوع ممكن يزيد للناس اللي بتزود الجرعه، فنخلي بالنا ان الاعراض دي من اول قرص، وهتعمل تعود وهتكتشف انك بعد اول قرص ما بقاش فعال بالنسبه لك. الكلام بينطبق على نايت كالم واي حاجه نفس التركيبه. طيب مشكله النايت كالم برضو من اعراضه الجانبيه، مش هقول خطيره انها مش بخطوره اللي انا قلته، يعني ده حاجه تانية بتحصل، انه ممكن يسبب النعاس لتاني يوم. يعني تصحى من النوم وانت نعسان، فلو بتسوق عربيه او بتشتغل على آلة خضراء او اي حاجه ممكن لا قدر الله تحصل مشكله لانك مش بتبقى فايق. وبرده من مشكله النايت كالم واعراضه الجانبيه انه بيعمل فقدان مؤقت للذاكره. كل الكلام ده محدش هيقوله لك، وانت بالنسبه لك النايت كالم بتاخده عشان بينومك، اوكي انت الموضوع عادي، لكن محدش او مش هتاخد بالك من الاعراض الجانبيه غير لما تشوف الفيديو ده. ارجوك يا جماعه اي حد يعرف حد بيستخدمه يوري له الفيديو ويسمعه الكلام، واقول له يا سيدي اقرا النشره بتاعه النايت كالم. احنا يا جماعه مش بنقول ما تستخدموش، احنا بنقول استخدمه طالما فتره زمنيه محدده تحت اشراف طبيب، غير كده ما تستخدموش من نفسك، ما تزودش الجرعات من نفسك. معلش يا جماعه. طيب اعراض الانسحاب. اعراض الانسحاب يا جماعه اللي هو انت لو وقفت النايت كالم مره واحده، قررت انك انت هتوقفه فوقفته مره واحده، ما قللتش الجرعه بالتدريج ولا اي حاجه، فده برضو الموضوع بيبقى صعب، لانه بيدخلك في الاعراض اللي انا قلت عليها دي بشكل عنيف ومفاجئ. حاله من الهياج، حاله من العصبيه، حاله من التوتر، يعني بتوصل لمرحله الهلاوس والتخيلات، بتتخيل حاجات مش واقعيه، بتتخيل شخصيه غير شخصيتك. الحاجات دي كلها تقريبا اعراض امراض نفسيه. فانك توقف او بعد ما تسمع الفيديو ده فتقرر انك توقف النايت كالم مره واحده، لا، ما توقفش النايت كالم مره واحده. هقول لك ازاي دلوقتي هنوقف النايت كالم او اي حاجه بنفس التركيبه. وعلى فكره يا جماعه الطريقه اللي هقول عليها دلوقتي دي مش بس مجرد للمنومات او المهدئات، ده على فكره ممكن تستخدم برضو في بعض الادويه الاخرى زي ادويه الكورتيزون، واتكلمت عنها قبل كده، ومشاكل ادويه الكورتيزون وتاثيرها والاديسون سيندروم. فاي دواء بيعمل مشاكل وعايزين نوقفه ما بيتوقفش مره واحده، بنوقفه تدريجيا. ازاي هنوقفه تدريجيا يا جماعه؟ هنوقفه تدريجيا، يعني انا النايت كالم وصلت لمرحله اني باخد شريط كامل في اليوم، خلاص اوكي، مش هينفع اقول لك النهارده خد قرص واحد بلاش شريط كامل، كده انا يعتبر قللت الجرعه بشكل مفاجئ. يعني هو القرص 3 مللي جرام، فقلت لك بدل ما تاخد شريط اللي هي 10 اقراص 30 مللي جرام خد 3 مللي جرام، انت قللت، نزلت العشر مره واحده. صعب جدا وهيسبب لك الاعراض الجانبيه الخطيره اللي انا قلت عليها، حاله من التوتر والهيجان وانفصال في الشخصيه وانفصال عن الواقع وميول انتحاريه. فهقول لك ايه، انت وصلت لمرحله الشريط 10 اقراص، لا بكره تاخد 9، واليوم اللي بعده تاخد 8 اقراص، تفضل ماشي على كده كل يوم هتقلل قرص 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 لحد ما نوصل تاني لمرحله القرص الواحد قبل النوم بالليل. طبعا انت ممكن تواجه صعوبه في النوم لان هو كده كده انت وصلت لمرحله الشريط وبرده مش بينومك، فاكيد طبعا لما هتقلل الاعراض سوري لما تقلل الجرعه ممكن تواجه صعوبه في النوم. وفي الحاله دي احنا محتاجين نشوف بديل تامن ويكون امن، ويفضل الحاجات اللي بتحتوي على الميلاتونين انها بديل امن الجسم بيفرزه بشكل طبيعي. بالاضافه للنايت كالم فاحنا عايزين نقلل النايت كالم ونسحبه بالجسم بشكل تدريجي خالص لحد ما هنوصل بالجرعه قرص واحد في اليوم قبل النوم، وبعدين بقى هنبدا هنخليها قرص يوم ويوم. هنخلي النايت كالم قرص يوم ويوم، يعني يوم تاخده بكره لا. لو لقيت مشاكل او صعوبه في الموضوع ده، بدل ما بتاخد ال3 مللي خد الجرعه اللي اقل منه وخليها قرص كل يوم. تقريبا الجرعه الاقل مللي بتبقى 1 مللي، ماشي، فخليها قرص كل يوم او قرصين كل يوم، يبقى انت خدت 2 مللي، برضو قللنا الجرعه تدريجيا. وبعدين خليها قرص كل يوم من ال1 مللي، وبعدين خليها قرص يوم ويوم. المهم انك ما تقللش النايت كالم بشكل مفاجئ، عشان الاعراض الجانبيه او اعراض الانسحاب ممكن تستمر معاك فتره زمنيه كبيره تصل لشهور.
ما هواش هيقعد معاك اسبوع واسبوعين وشكرا على كده. يعني الهيجان والعصبيه والانفصال عن الشخصيه والكلام ده كله والميول الانتحاريه دي ممكن تقعد معاك لشهور، مش اسبوع واسبوعين وهنفض. فمن فضلك التركيز هنقلله، بدل ما هناخد شريط كامل هنقلل قرص كل يوم لحد ما نوصل قرص واحد في اليوم، بعد كده هنخليه قرص يوم ويوم، بعد كده هنخلي الاسبوع اللي بعده قرص يوم ويومين فوتهم وناخد قرص. يا اما زي ما قلت لكم هنقلل التركيز، بدل ما هو 3 مللي هناخد التركيز ال1 مللي، وهنشتغل بنفس الطريقه لحد ما نوصل لمرحله قرص يومين، قرص يوم ويومين لا، او قرص يوم بعد كده هنوقفه خالص. وبكده احنا سحبنا الماده الفعاله من الجسم بشكل تدريجي من غير ما ندخل في الاعراض الانسحابيه. حسيت باي صداع، حسيت باي تعب، ناخد حاجه مسكن خفيف وليكن الباراسيتامول. المسكن ده طبيعي جدا اي حد ممكن ياخده، وامان وخفيف على المعده، مش زي المسكنات التانية. هيقلل الصداع وهيقلل معاك وجع الجسم وهيسهل عليك عملية سحب الدواء من جسمك. الفيديو مهم جدا، واي حد تعرفه بيستخدم الدواء ده او بيستخدم المنومات والمهدئات بصفة عامة لازم يشوف الفيديو، او على الاقل قول له على المخاطر بتاعته ولخص له الفيديو في كلمتين حلوين منك، واقعد جنبه حاول تخليه يبطل الادوية دي. يا رب يكون الفيديو مفيد، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.